انا عارفة ان في ناس كتير ممكن يكونوا ما يعرفوش الطريقة دي ولسه بيسلقوها وبيقعدوا وقت طويل جدا علشان يجهزوها. النهاردة انا هقولك على اسهل طريقة ممكن تعمليها بيها، يعني مش تاخد في تجهيزها اكتر من نص ساعة، كمان هتطلع معاكي جوسي وطرية جدا كده وطعمها في منتهى الروعة والجمال. واحلى حاجة ان احنا هنعملها باقل كمية دهون. بس قبل ما نبتدي وصفتنا بتمنى تشرفوني وتنوروني وتشتركوا في قناتي اسمها مطبخ ناهد فاروق، وما تنسوش تفرحوني بلايك وشير للفيديو، وتعالوا بينا يلا نبتدي على طول. اول حاجة هنعملها مع بعض دلوقتي الحشوة بتاعتنا النهاردة بسيطة جدا جدا وكمان مميزة جدا جدا. انا جبت الطاسة وحطيت فيها شوية سمنة، وده البصل اللي احنا بنفرزه مع بعض علشان ما ناخدش وقت طويل واحنا بنجهز الاكل بتاعنا. شايفين انا اخدته من الفريزر على الطاسة كده على طول. انا ما بسيبش الحاجات المفرزة دي تفك على الرخام علشان ما تبقاش كلها مية وكمان القيمة الغذائية بتاعتها تقل. بنقلبهم في السمنة كده، وفي الحال زي ما انتم شايفين هي متفككة يعني ما بتمسكش في بعضها البصلة. لو مش عندك البصل المتفرز ده طبعا هنستخدم بصلتين حجمهم كبير. كل ما هتزودي البصل هتزودي في كمية الحشوة، لو حابين تضيفوا بصلتين متوسطتين يعني مفيش اي مشكلة. المهم هنقلب في البصل ده لغاية ما يبتدي يبقى لونه كده ذهبي خفيف خالص، يعني مش هنستنى لما لونه يغمق علشان لما بيكون لونه فاتح كده بيبقى مسكر. انا جبت ربع كيلو بس من اللحمة المفرومة وهقلبه في البصل. لو حابين تستخدموا نص كيلو من اللحمة المفرومة مفيش اي مانع، الحشوة دي براحتك خالص. لو حابين تضيفوا جزر مبشور عليه عشان تزودوا الكمية برضو مفيش مانع. انا النهارده هستخدم في الحشوه ميكس بين اللحمه المفرومه وصدور الفراخ. انا قطعتها قطع صغيره زي ما انتم شايفين. استخدمت ربع كيلو من اللحمه المفرومه وربع كيلو من صدور الفراخ. الاول بنقلب اللحمه المفرومه لغايه ما تتغلف، وبعدين بضيف عليها صدور الفراخ وبفضل اقلب فيهم كده مع بعض لغايه ما يتغلفوا. الميكس ده عايزه اقول لكم اجمل، يعني حشوه ممكن تعملوها احلى من الصدور لوحدها او المفروم لوحده. الاتنين دول حلوين جدا جدا. بعد ما قلبتهم شويه دلوقتي هضيف ليهم الفلفل الالوان، وده اختياري، لو مش حابين تضيفوه طبعا براحتكم. لكن عايزه اقول لكم كل اضافه احنا بنضيفها النهارده في وصفتنا بتعزز الطعم وبتخليه فعلا فعلا زي السكر. الفلفل ده انا كنت مفرزاه في الفريزر، بنطلعه من الفريزر على الطاسه على طول ما بنسيبوش لما يفك. ضفت دلوقتي ملعقه صغيره من خلطه البهارات السحريه بتاعتي، ونص ملعقه من الفلفل الاسود، ونص ملعقه من الملح، وكمان بشره من جوز الطيب. اعملوا كل الاضافات دي للحشوه، صدقوني هتاكلوا اجمل حشوه ممكن تضيفوها للازانيا او حتى للنجريسكو او للبشاميل، المكرونه البشاميل العاديه. كمان الحشوه دي ممكن تستخدموها كنوع من الحواوشي، يعني حشوه برضو جميله جدا جدا. بنفضل نقلب فيهم شويه كده مع بعض لغايه ما زي ما انتم شايفين كده ابتدوا خلاص هم استووا كده يعتبروا. دلوقتي هضيف صلصه الطماطم برضو اللي احنا عاملينها مع بعض. شايفين جمال الحاجات اللي احنا بنكون مجهزينها في البيت. انا ضفت 5 ملاعق كبيره من صلصه الطماطم دي او معجون الطماطم. هنفضل نقلبهم في الاول كده لغايه ما يتطعموا كده من بعض، وبعدين هضيف ليهم نص كوبايه من الميه المغليه، يعني ما تضيفوش ميه بارده لان احنا كده كده في البدايه قلنا عايزين ننجز الوصفه بتاعتنا. كل حاجه معانا جاهزه والحمد لله في الفريزر، ودي فايده التفريزات. تنفع للستات اللي بيشتغلوا او اللي عندهم اطفال صغيره او حتى في صوم رمضان، ما بتاخدش معاكي وقت نهائي في تجهيزها. بفضل اقلب فيهم كده لغايه ما يتسبكوا، ولما يبقوا بالقوام ده يعني ما تسيبوهاش تنشف، انا عايزاها تبقى بالقوام ده. دلوقتي هنعمل بشاميل على البارد. عندي هنا كيلو من الحليب الفريش جبته من عند اللبان على الحلة على طول، وهضيف ليه 3 كوبايات مية. المية دي برضو كانت دافية ما هياش سخنة قوي. هضيف ليهم دلوقتي 8 ملاعق كبار من الدقيق. المفروض كل كوباية حليب او كل كوباية مية ليها ملعقة واحدة مليانة من الدقيق، لكن انا ضفت 8 علشان عايزة القوام يكون تقيل شوية. بفضل اقلب فيهم. اهم حاجه في البشاميل للناس المبتدئين ما تشيليش ايدك كده من التقليب، لازم تفضلي تقلبي فيه على طول. ضفت نص ملعقه ملح وملعقه صغيره من السكر، ورشه من الفلفل. المفروض نضيف فلفل ابيض لكن ما كانش عندي فضفت فلفل اسود. انا بهتم بالطعم
اهم من الشكل بالنسبه لي يعني. دلوقتي جبت نص كوبايه ميه سخنه وضفت فيها ملعقتين كبار من اللبن البودره. عايزه اقول لكم الاضافه دي برضو بتعزز الطعم جدا جدا. لو مش عندك لبن بودره مفيش اي مشكله، خلاص شيلي الخطوه دي خالص. دلوقتي ضفت بشره من جوز الطيب. عايزه اقول لكم الاضافه دي بتخلي البشاميل يبقى طعمه رائع جدا جدا. اعملوا كل الاضافات دي ارجوكم ارجوكم، يعني ما تشيلوش ولا اي اضافه، هتاكلوا احلى بشاميل في الدنيا. هنفضل نقلب فيه كده، واخر حاجه في الاخر خالص لما القوام هيتقل بتاع البشاميل هنضيف ملعقتين من السمنه. ضيفوا بقى نوع السمنه اللي انتوا بتحبوا طعمه وريحته. انا ضفت سمنه روابي، ما ضفتش سمنه بلدي على فكره. انا دقت البشاميل لقيت ان هو يعني محتاج حته ملح كده صغيره، فزودت يعني حاجه بسيطه خالص من الملح. بصوا ده القوام اللي احنا محتاجينه. لما تعملي خط كده بيبقى بالشكل ده. دلوقتي انا هاخد شويه وهركنهم على جنب، لان دول انا عايزه القوام يكون تقيل شويه علشان اضيفه على وش الصينيه بتاعه اللازانيا. اوكي، خلاص كده انا اخدت شويه هركنهم على جنب. الشويه اللي فاضلين دول هضيف ليهم نص كوبايه ميه سخنه وهقلبهم كويس مع بعض. هستنى لغايه ما تغلي شويه كده، لازم نستنى طبعا لما تغلي. خلاص كده هي غلت تمام زي الفل. البشاميل كده بقى جاهز معانا وزي الفل. البشاميل اللي في الحلة ده بيكون يعني قوامه أخف شوية من البشاميل اللي أنا ركنته على جنب. دلوقتي هنجيب الصينية اللي احنا هنشتغل فيها. يفضل طبعا لازم تستخدموا صينية تكون مربعة أو مستطيلة. أنا هستخدم المكرونة دي، طبعا المكرونة دي مصرية ما هيش مستوردة. اسمها الملكة. النوع ده ممتاز جدا جدا. برصهم بالطريقه السهله البسيطه اللي انتوا شايفينها دي. بصوا بقى الغلطه اللي انا عملتها ان انا استخدمت الصينيه اللي شكلها بيضاوي. فانتوا ما تعملوش كده، ما تستخدموش صينيه بيضاوي او مدوره علشان ما تقعدوش تكسروا كده في المكرونه وتتعبوا نفسكم. حطيت اول طبقه من الحشوه اللي هي العصاج اللي انا عملته، وبعدين رشيت عليها رشه من البشاميل، وبعدين هحط الرصه التانيه دي او الصف التاني، وبعدين احط عليه الحشوة وبعدين البشاميل، وهكذا لغاية ما هخلص كل كمية المكرونة اللي عندي. لكن اخر طبقة مش هنحط طبعا الحشوة دي، هقولكوا هنعمل ايه. دي تالت طبقة، حطينا الحشوة وبعدين هنحط البشاميل برضو كالعادة. كل الحاجات دي بتخلي المكرونة طبعا تستوي معانا، البشاميل مع الحشوة علشان حاطين فيها صلصة حلوة برضو. اخر طبقة انا بحط المكرونة، ما بحطش حاجة تانية، وبعدين بنزل بشوية البشاميل التقيل اللي انا كنت راكناهم على جنب. كده خلاص الصينية بتاعتنا بقت جاهزة، وخلاص كده بنغلفها بالفويل وندخلها في الفرن اول ربع ساعه على درجه حراره 200. بعد ربع ساعه بوطي درجه الحراره على 180 وهسيبها في الفرن حوالي ساعه الا ربع، وبعدين هطلعها من الفرن واشيل الفويل واديها رشه بسيطه كده من الموتزاريلا. لو مش عندك موتزاريلا مفيش اي مشكله، هتحطيها تحت الشوايه من غير اي حاجه. لو عندك قشطه ممكن برضو كنتي تدوبيها في شويه البشاميل اللي احنا كنا راكنينهم على جنب. او لو عندك بيضه ممكن تضربيهم مع شويه البشاميل اللي احنا كنا راكنينهم برضو في الاخر دول، وتحطيهم على وش الصينيه. لو مش عندك قشطه او بيض هتحطي البشاميل زي ما هو كده وتولعي عليه الشوايه بعد ما يستوي. انا ما حطيتش في البدايه ليه الموتزاريلا عشان كانت ممكن تلزق في الفويل اللي انا حطيته. ده شكلها انا سبتها ربع ساعه علشان تتماسك، لكن هي كانت البشاميل طبعا سايح ونايح كده، فكان ممكن يعني يتلخبط الشكل. انا كنت حابه ان انتوا تشوفوا شكله مترتب علشان تشوفوا الطبقات قد ايه هي متساويه ومرسومه رسم كده وشكلها لذيذ جدا جدا. بصوا بقى واحنا بنقطعها رهيبه رهيبه رهيبه. انا نفسي تجربوا الطريقه دي بكل التركات اللي بقول لكم عليها. صدقوني اجمل واطعم صينيه لازانيا ممكن تعملوها، هتبقي فعلا محترفه بعد الطريقه دي. شايفين الطعامه والجمال؟ الصينيه مستويه زي الفل، ولا هتسلقي ولا تتعبي ولا تضيعي وقتك. ما تنسوش بقى تفرحوني بلايك وشير للفيديو. بحبكم جدا جدا.